الوضع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شهد تطورات دراماتيكية منذ مطلع عام 2025، حيث تحول الحيان من جيوب استقرار إلى برميل بارود نتيجة تعثر المفاوضات الكبرى بين مظلوم عبدي قائد قسد وأحمد الشرع رئيس الحكومة السورية الانتقالية الجولاني. إليك تفاصيل القصة والاتفاقات التي تعثرت. في 10 مارس 2025 وقع اتفاق يوصف بالتاريخي بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع في دمشق، وكان يهدف إلى إنهاء الانقسام السوري. أبرز البنود دمج قسد والمؤسسات المدنية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية عام 2025. الملفات السيادية: تسليم المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز للحكومة المركزية في دمشق. الحقوق الكردية: ضمان حقوق المجتمع الكردي في الدستور الجديد واعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني. رغم أن الحيين يقعان في قلب مدينة حلب، إلا أنهما بقيا تحت سيطرة قوات الأمن الداخلي الكردية الأسايش. اتفاق أبريل 2025 تم التوصل لاتفاق فرعي يقضي بانسحاب مقاتلي قسد العسكريين من الحيين مع بقاء قوات الأسايش المحلية لإدارة الأمن الداخلي. سبب الانفجار: مع اقتراب نهاية عام 2025 المهلة النهائية لدمج قسد، اتهمت الحكومة في دمشق قسد بالمماطلة في تسليم المؤسسات السيادية والنفط، بينما اتهمت قسد دمشق بالاستفراد بالقرار وإقصاء المكونات الأخرى من الدستور الجديد. خلال الأيام القليلة الماضية يناير 2026 تصاعد التوتر عسكريا بشكل خطير. الجيش السوري الجديد أعلن حيي الشيخ مقصود والأشرفية منطقة عسكرية مغلقة، وبدأ بفرض حظر تجوال. الاشتباكات: اندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة والقذائف، مما أدى لحركة نزوح كبيرة للمدنيين. اتفاق الإخلاء: 9 يناير 2026 أعلنت الحكومة السورية وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، وطلبت من مقاتلي قسد المتبقين الإخلاء باتجاه مناطق شرق الفرات عبر حافلات وفرتها الدولة، لكن المجالس الكردية المحلية في الحيين رفضت هذا الطلب واعتبرته دعوة للاستسلام. هناك فجوة كبيرة في الرؤية بين الطرفين حالت دون إتمام الاندماج. اللامركزية ضد المركزية: تصر قسد على لا مركزية إدارية وسياسية واسعة تضمن خصوصيتها، بينما تسعى دمشق بقيادة الشرع لاستعادة مركزية الدولة الكاملة. يرى الجانب الكردي أن الدستور الانتقالي الذي أعلنه أحمد الشرع لم يضمن تمثيلا حقيقيا لهم، بل كرس نفوذ هيئة تحرير الشام في مفاصل الدولة. الضغوط الخارجية: تداخل المصالح التركية التي ترفض أي كيان كردي مع الموقف الأمريكي الداعم لقسد جعل من الصعب تنفيذ بنود الدمج العسكري. خلاصة المشهد: الحيان الآن تحت حصار وضغط عسكري كبير من الجيش السوري الجديد لإرغام قسد على تقديم تنازلات في ملفات شرق الفرات والنفط، مما جعل الشيخ مقصود ورقة ضغط سياسية قبل أن تكون عسكرية.